أصدقائي، كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا اليوم راح نودع هذا المكان الجميل لمدة 15 يوم ونتوجه من ألمانيا إلى الأردن عمان. طبعا عندنا ترانزيت في اسطنبول، نجرب البزنس كلاس على تركيش ايرلاين ونشوف المعاملة والأكل والخدمات وقاعات رجال أعمال اسطنبول. خلينا نبلش الرحلة الأولى معاكم على هاي القناة. طبعا طلعت والأجواء كانت كثير باردة كثير. طلبنا تاكسي هنطلع فيها على المطار. كان اشتاس auch. اوكي برودة داكشن. دخلت على المطار، الجو كثير بارد، باقي على طيارتي ساعتين. طلع الشنايفي. جابوا لي هاي كضيافة أول ما طلعنا على الطيارة. صير ليمون ونعناع، أشياء السلامة شكوها على الفيديو هون. طبعا الآن هنبدأ الإقلاع. الطيارة حركت، إن شاء الله نوصل بخير وسلامة جيدة اسطنبول. بعد اسطنبول نرجع عمان إن شاء الله. طبعا لو فتحنا هذا المكان اللي هي تحت الركاية شمال راح نلاقي الشاشة اللي بنحضر عليها الأفلام والمسلسلات. كانت إضاءة الشمس كثير عالية فسكرت الشباك مشان يكون واضح. في سماعات هيدسيت. هذا المكان فيه طاولة الأكل، وبنفس المكان على اليمين لو رفعنا الطاولة راح نلاقي أزرار تحكم بالكرسي، الراس والظهر والمقعد من تحت والرجلين مشان تقدروا تمدوا الكرسي. ثانك يو. طبعا هاي البشكيرة دافية أو مرطبة بمي مشان نمسح فيها ايدينا أو وجهنا، فتعطينا راحة وهيك ترطيب للوجه أو للإيدين. وبهذا المكان تحت الركاية اليمين راح نلاقي الريموت كنترول تبع الشاشة. طبعا الشاشة كمان بتشتغل على التاتش، والريموت كنترول كمان بنقدر نشتغل فيه على التاتش، وموجود في أغلب اللغات ومن ضمنها اللغة العربية. طبعا هين كنا طايرين على سرعة 880 كيلومتر بالساعة وارتفاع 10,000 قدم فوق الأرض أو فوق سطح الأرض. بهذا المكان نقدر نشوف الأفلام العربية والمسلسلات والبرامج. الأفلام تقدروا تختاروا اللغة اللي بدكم إياها. طبعا في كل الأفلام. خلينا أشيل الشاشة لأنه وصل الأكل، فشوفوا لي هيك وجبة. يا سلام يا سلام على الأتاكيت والحبشتكنات وعلى الجوع اللي أنا جايعه مشان أستنى أكل أكل الطيارة وأجرب الأكل التركي أو الأكل على البزنس كلاس على التركيش ايرلاين. صراحة الشكل مشهي جدا، فإن شاء الله تكون الطعمة نفس الشي. خلينا نجرب طعمة الأكل. جربت آكل من هذا الشي، هو مثل السلطة فيها خردل، ولكن كانت طعمتها طيبة نوعا ما. وبعدين بلشت باللحمة مثل السنيورة أو المرتديلا، ولكن كمان كتير طيبة كانت. بالنسبة لطبق الباذنجان اللي هو صاير مثل المخلل صراحة ما كثير عجبني، يعني طعمته ما كثير طيبة، بقيمه 5/10. بالنسبة للحمة كانت منكوتة نكت وطعمتها رائعة جدا جدا جدا. طبعا ما ننسى القهوة التركية الغلي لأنه طعمتها رائعة جدا ولا تقام، وبنصح أي شخص يجربها
على الخطوط التركية أو التركيش إيرلاين. ما ننسى النوب إنه نحن بيعنا إنترنت مجاني داخل الطيارة، ولكن لجماعة البزنس كلاس أما الجماعة الدرجة الاقتصادية ممكن يشتروا إنترنت مفتوح $15. ممكن تحط اسمك ورقم المقعد تبعك وتحصل على إنترنت. حتى اليوتيوب ممكن يشتغل معنا. الحمد لله نزلنا من الطيارة، الحمد لله على سلامتنا. الآن بدي أتوجه على المسجد. هين المسجد بهذا المكان، مسجد والحمامات للسيدات والرجال. الصراحة شيء رائع جدا. أماكن الوضوء، طبعا جماعة الأراجيل لا تاكلهم. في الكوام مع السلاكو، مع أشياء، مع حبشتكنات. الأسعار نوعا ما مقبولة. مطار اسطنبول مثل هذا ب99€، ولكن هذا بيجي 3 كروزات مو كروز واحد. أما بالنسبة للكروز يعني هذا كروز إكسترا، بيجي كروزين. هذا كروز الواحد، كروز الواحد بيجي سعر. نشوف قاعة البزنس كلاس باسطنبول كيف شكلها وشو الخدمات اللي موجودة فيها. ملخص تجربتي لهذا المكان أو قاعة البزنس، صراحة بعطيه تقييم عالي جدا. صراحة عندهم السيرفيس جدا رائع، خدمات، تنظيف، حمامات، كل شيء كان مرتب ونظيف. الأكل كان عندهم بوفيهات كثيرة مو واحد، يعني ما يقارب 7-8 بوفيهات. في طباخين مختارين
الشيفية بدقة يعني وبعناية، أكلهم كثير كثير طيب. ما أعتقد إنه أنا ما راح آكل في الطيارة فراح يمكن آكل هون، أكمل أكلي هون. باقي لطيارتي الثانية لسه في 5 ساعات. بس كمكان، كقعدة، كراحة نفسية رائعة جدا. إطلالة حلوة كمان كثير. هاي الإطلالة إطلالة منيكي رائعة، إطلالة فوق. كتجربة أعتقد إنه إن شاء الله راح أكررها كثير. مطار اسطنبول بالنسبة لقاعات البزنس كلاس خدمات عندهم كثير حلوة. نشوفكم الآن بعد 5 ساعات لنشوف شو ممكن نعمل بعد 5 ساعات. نتجه إن شاء الله على الطيارة الثانية. أنا متوجه لعمان، واللي راح تكون من الساعة 10 بالليل للساعة 1. عنا رحلة 3 ساعات. إن شاء الله أشوفكم عند انطلاق الرحلة التالية. والآن حنغادر القاعة. اكتشفت إنه في عندهم كبسولات للنوم، فيلا خلينا نروح نشوف شو وضعهم. وهاي مكان الكبسولات. طبعا هاي الأسعار اللي موجودة، والدفع أصلا على البطاقة. أنا حجزت ساعتين. اوكي، في شاحن؟ لا ما في شاحن. الشاحن شكل الكبسولة يا جماعة كتير كبير. كبسولتنا رقم 2 يعني نوعا ما صراحة. اخي ماجد صراحة مكانة الكبسولة من جوا يعني في مساحة منيحة، تقريبا فيها متر أرض. أهم شي في الكهرباء. والآن طلعت من الكبسولة. صراحة تجربتي عزل صوت. صراحة بالنسبة لتجربتي الكبسولة كعزل صوت ما في نهائيا. ممكن تسمع أصوات المطار أو المحيط المكان اللي أنت فيه، ولكن إذا كنت من نوع الأشخاص اللي بينام على الضجة عادي، ممكن نقول نوعا ما هي كويسة إذا كان عندك ترانزيت لمدة يوم. حلوة، تاخذ لك كم ساعة تنام فيها. الآن بدي أروح أشوف بوابة طيارتي وين، وبعدين نتجه نتوكل على الله إن شاء الله على الرحلة التالية. ها هي طيارتي على عمان الساعة 10:10 من بوابة F6A. أنا عم بحكيها في الإنجليزي F6E على عمان. الآن نتوجه إن شاء الله على طيارتنا التالية. هلا والله. الآن وصلنا مطار الملك علياء بعد 12 ساعة سفر تقريبا. الحمد لله رب العالمين. ضل عندي بس موضوع الشنطة. طبعا دائما أنا حظي في الشنطة أسود. دائما الشنطة آخر شخص أنا لازم أخذها، ويا تجي يا ما تجي. مرة ما لقيتها وعطوني إياها ودوها على البيت. إجت تأخرت الشنطة ودوا لي إياها بعد بيوم على البيت، يعني بعد بيومين.
تأخرت، كنت طالع على ألمانيا وما جابوا لي الشنطة لبعد يومين. شركة الطيران وصلت ألمانيا، ومن ألمانيا وصلوا لي إياها للبيت. طبعا ما لحظ في الشناتي، دائما حظ متأخر. فأخذ الشنطة وننطلق على البيت. أنا لحد هون إن شاء الله أكون نهينا هذا الفيديو، وأشوفكم في فيديو جديد. إذا وصلتوا معي لهي اللحظة دقونا بزر اللايك، اشتركوا، فعلوا الجرس يوصلكم كل فيديو جديد إن شاء الله.